وصاحب اللقب الأخير لكأس الأمم الأفريقية والقارة السمراء في 2006. هجمة لمنتخبنا الوطني من ناحية الشمال ومحاولات سيد معوض في العمق بيحطها، تصويبة هنشوت والتصويبة هوبا يا راجل يا راجل، حط في المرمى يا راجل، هوبا 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 جوه الجول. عماد متعب، عماد متعب أعزائي المشاهدين في الدقيقة السادسة يحرز أول أهداف هذا اللقاء. كان فين من الأول يا متعب؟ كان فين من الاول يا متعب؟ يعني كنا نفسنا نشوف الهدف ده من بدايه اللعبه، هنشوفها تاني. ادي الهجمه لمنتخبنا الوطني، تصويبه محمد شوقي، متابعه محمد فضل، لكن بيلعب عرضيه لعماد متعب المتابع والقناص عماد متعب. واول اهداف هذا اللقاء في الدقيقه السادسه من البدايه اعزائي المشاهدين. 1-0 للمتعب عماد متعب نجم هداف الان، لكن ما زال فلافيو بيلعب للنادي الاهلي جوه منطقه الجزاء وحارس. هنشوف حكم اللقاء مدي ايه، مدي جول، والله جول. تصويبه منين؟ من خارج المنطقه. هل لمست فلافيو ولا ما لمستش فلافيو؟ ادي لويس اوليفيرا جونزاليز، وادي بقى عصام الحضري. الكل اعتقد ان حكم اللقاء مصفر، يعني الكل اعتقد ان حكم اللقاء مصفر. هنشوفها تاني في الاعاده. قلنا فيها حاجة دي بعيدة جدا جدا، ما لمستش حد ولا حتى فلافيو. الكل افتكر ان فلافيو لمسها لكن ما لمستش حد، وتسكن الشباك من باولو فيجريدو رقم 7. فيجريدو رقم 7 صاحب هدف التعادل في الدقيقة 24. والله هدف مفاجئ، يعني كرة بعيدة تماما تماما ومن خارج منطقة الجزاء. اتلعبت، الكل اعتقد ان فلافيو المسها. ادي هجمه لمنتخبنا وداخل منطقه الجزاء، هوبا جوه الجول، هوبا هوبا جوه الجول. عماد متعب والهدف الثاني، وفضل اللي هو محمد فضل ايضا العرضيه. محمد فضل يتالق ومتعب اعزائي المشاهدين يرد بهدف بعد دقيقه واحده واقل من دقيقه من هدف التعادل للمنتخب الانجولي. وعماد متعب في الدقيقة 24 يحرز ثاني اهداف هذا اللقاء. عماد متعب والمتعب صاحب الاهداف الجميلة في دورة الالعاب العربية. وادي عماد متعب من تمريرة شوقي لمحمد فضل، ارضية برازيلية، ومتعب تمريرة حرارية داخل الشباك. والهدف الثاني في الدقيقة 24، يعني هدف في الدقيقة 6 وهدف في الدقيقة 24، والهدفين للمتعب. عمل الحرب الأهلية في أنجولا وفعلا قدر ان هو يوصل لكأس العالم، وفلافيو كان صاحب الهدف الوحيد ليه. واعتقد كده فيها ضربة جزاء ولا ايه؟ هنشوف. ايوه ضربة جزاء، حكم اللقاء مدي ضربة جزاء في الدقيقة 37. ادي كالي وادي وائل جمعة مع فلافيو. هنشوفها من بره ولا من جوه؟ والله من جوه، هنشوفها طبعا بالتفصيل. وداخل فلافيو ولا مين؟ داخل فلافيو ولا مين؟ وهدف التعادل، هدف التعادل في الدقيقة 38. والله فلافيو يعني تعادل لمنتخب انجولا في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. الشوط الاول عفوا 38، والهدف الثاني، الهدف الثاني ادي داخل فلافيو حطها على يمين عصام الحضري، قوية رايح والله عصام، ولمست كده يعني ايده حسني عبد ربه. وزيدان تحت عماد متعب ومحمد فضل، والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الانجولي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. الهدف الثالث للمنتخب الانجولي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. كرات العرضية بقول لحضراتكم داخل منطقة الجزاء، وهدف ثالث للمنتخب الانجولي، هدف ثالث للمنتخب الانجولي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. ادي لوشو والعرضية داخل منطقة الجزاء، يدوب كده تلمس، وداخل الشباك للمنتخب
الانجولي والهدف الثالث. فاول من ناحيه اليمين، احمد حسن، عرضيه هوبا جوه الجول، هوبا 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 جوه الجول. يا هاتريك يا متعب، يا هاتريك يا متعب، وعرضيه نموذجيه من احمد حسن، والاعلام المصريه ترفرف مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هذه الجاليه المصريه في البرتغال، وادي العرضيه نموذجيه من احمد حسن، وهاتريك يا عماد يا متعب، هاتريك يا عماد يا متعب. عرضيه جميله، وعماد وارتقاء عالي لوحده خالص عماد.